إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 25 من أكتوبر عام 2024. كما هي عادتنا دائما نستهل البرنامج بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نستعرض لكم فيها اليوم الجزء الأول من المقال التحليلي الذي نشره موقع مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة بعنوان لماذا أطلقت أثيوبيا عملية عسكرية جديدة في منطقة الأمهرة، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير منه في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. ووقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول إن 1,100,000,000 إنسان في العالم يعيشون في فقر مدقع. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة الدندر بولاية سنار من الدعم السريع. ومنظمة الصحة العالمية تعلن أن مصر أصبحت خالية تماما من مرض الملاريا. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 1,100,000,000 شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع وفقا لإحصائية البرنامج. وأشارت الوكالة الدولية في تقريرها الصادر في 17 من أكتوبر 2024 على أن نحو نصف مليار من هؤلاء يعيشون في دول ومناطق تتفشى فيها الحروب والصراعات. وتشهد منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا أكبر عدد من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، وتأتي في مقدمة الدول الأكثر فقرا في العالم الهند أولا ب234 مليونا، وباكستان ب93 مليونا، وأثيوبيا ب86 مليونا، ونيجيريا ب74 مليونا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ب66 مليونا. وهذه البلدان على الرغم من أن لديها أكبر عدد من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع، إلا أنه تم تصنيف 10 دول في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مقدمة الدول الأكثر فقرا، وهي النيجر وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وبروندي ومدغشقر ومالي وغينيا وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو. في المقابل فإن أفضل دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تتمتع بأفضل الظروف المعيشية هي سيشل وجنوب إفريقيا والجابون وساوتوم برنسيبي وبتسوانا وجزر القمر ومملكة ليسوتو وزيمبابوي. وتعد دول إفريقيا مثل إريتريا وجنوب السودان والسودان والصومال أيضا من بين أفقر الدول في العالم، لكنها لم يتم تضمينها في مسح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا العام. والعوامل التي استخدمتها الدراسة لتقييم مستوى الفقر هي الدخل السنوي للمواطنين، ومستوى الكفاف والغذاء الأساسي اليومي، وتوفير خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي. أعلن الجيش السوداني الأربعاء أنه استعاد منطقة الدندر الاستراتيجية من قوات الدعم السريع التي كانت قد سيطرت على المدينة في يوليو الماضي، وذلك إثر توغلها في ولاية سنار بعد معارك كر وفر خاضتها مع الجيش السوداني سيطرت خلالها على مدينة سنجة والسوكي ومنطقة جبل مويا الاستراتيجية، وذلك قبل أن يتمكن الجيش السوداني من استعادة منطقة جبل مويا في مطلع أكتوبر الحالي. ويأتي هذا التقدم في سياق العمليات العسكرية التي بدأ الجيش السوداني تنفيذها في 26 من سبتمبر في الخرطوم، نجح خلالها في السيطرة على أحياء شمالي الخرطوم بحري ومواقع في وسط الخرطوم قبل أن تمتد إلى سنار والجزيرة ودارفور. من جهة ثانية شنت قوات الدعم السريع هجوما على قرى شرق ولاية الجزيرة وسط السودان
مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وتسبب في موجات نزوح كبيرة للسكان. وذكر موقع سودان تريبيون نقلا عن شاهد عيان قوله إن الوضع أصبح كارثيا، مشيرا إلى أن موجات نزوح متواصلة شهدتها منطقة تنبول، حيث لجأ المئات إلى المناطق الشرقية والشمالية الشرقية هربا من بطش قوات الدعم السريع وسط مخاوف من وصولهم إلى تلك المناطق. وقد انقطعت الاتصالات بين عشرات الأسر بعد انقطاع شبكات الهاتف ومصادرة أجهزة الاتصال الفضائي التي يعتمد عليها السكان في التواصل، وأن المئات من مواطني تنبول أصبحوا في إعداد المفقودين في ظل حالة الهلع والنزوح الجماعي التي تشهدها المنطقة. وقال المصدر إن الجيش السوداني مدعوما بمجموعات قبلية كان قد تمكن من التوغل إلى داخل مدينة تنبول قبل أن يتعرض لهجوم مضاد من قبل قوات الدعم السريع أدى إلى مقتل قائد القوى المتحركة التابعة للجيش، مما أجبرهم على التراجع لتعيد قوات الدعم السريع سيطرتها على المدينة مرة أخرى. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر أصبحت خالية تماما من مرض الملاريا بعد ما يقارب من 100 عام من الجهود لمكافحة المرض. وتعد مصر موطنا للملاريا منذ آلاف السنين، أي منذ زمن الفراعنة. وتم اكتشاف مرض الملاريا علميا في عام 1880، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى ظهور أعراض تشبه أعراض الملاريا في مصر القديمة حوالي عام 1550 قبل الميلاد. هذا وكانت مصر تحاول القضاء على مرض الملاريا منذ عشرينيات القرن الماضي، ونتيجة لذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الملاريا في عام 2024، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي حالات للإصابة بالمرض في السنوات الثلاث الماضية. ويقتل مرض الملاريا نحو 600 ألف شخص سنويا في إفريقيا بما في ذلك إريتريا. وفي إطار الجهود العالمية لمكافحة الملاريا تعمل الدول التي تشهد انتشارا للمرض مثل إريتريا للحد من معدلات الإصابة بالملاريا، ولكن 44 دولة فقط حتى الآن تمكنت من الوقاية الكاملة من الملاريا. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي الجزء الأول من حلقة برنامج تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم لأسباب إطلاق الحكومة الأثيوبية عملية عسكرية جديدة في إقليم الأمهرة، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من الموضوع في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. نتابع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم للوضع المضطرب في إقليم الأمهر الأثيوبي والتوترات المتصاعدة في الإقليم بعد إطلاق الحكومة الفيدرالية الأثيوبية عملية عسكرية جديدة في الإقليم تزامنت مع اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين من قومية الأمهرة، وذلك بعد سيطرة قوات الميليشيا على معبر المتمة الحيوي والحدودي الذي يربط أثيوبيا بالسودان عند منطقة الجلابات الحدودية. وقد أدت تلك السيطرة إلى إغلاق المعبر من قبل السلطات السودانية وتعليق نشاط الحركة التجارية، مما تسبب في توقف نقل البضائع وتعطيل حركة المسافرين بين البلدين، وهو أمر ذو خطورة بالغة على الحكومة الأثيوبية، لأن سيطرة ميليشيات مسلحة على معبر حدودي يعني بالدرجة الأولى تعزيز شوكة ميليشيا الفانو وقدرتها على تأمين حاجتها من السلاح والمؤن بمختلف الطرق والوسائل، لا سيما في ظل السيولة الأمنية التي تشهدها دول الإقليم أو الجوار الأثيوبي، وخاصة السودان وإريتريا التي سجلت نشاطا متناميا لتجارة تهريب الأسلحة الذي شهدته حدود البلدين في الفترة الماضية. إضافة إلى ذلك، يمثل سيطرة الفانو على المعبر الحدودي أو المناطق المحادة تعطيلا لمصالح أثيوبيا مع جارتها السودان في حركة الوارد والصادر الذي ستتضرر منه حركة البضائع والمسافرين بين البلدين. كل ذلك يدفع بالحكومة الأثيوبية إلى الدفع بقواتها لطرد ميليشيا الفانو وإبعادها عن المناطق الحدودية،
ومحاولة حصرها في مرتفعات الإقليم كأقل تقدير لتأمين وبسط سيطرتها على الحدود. حول موضوع الحملة العسكرية الأثيوبية الجديدة في إقليم الأمهرة وانعكاساتها على أثيوبيا نستعرض لكم فيما يلي مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات الجزء الأول من تحليل نشره موقع مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة في 11 من أكتوبر الجاري تحت عنوان: لماذا أطلقت أثيوبيا عملية عسكرية جديدة في منطقة الأمهرة؟ نتابع. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. يقول تقرير مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة: أعلن الجيش الأثيوبي خلال أكتوبر 2024 إطلاق عملية عسكرية كبرى ضد ميليشيات فانو بمنطقة الأمهرة، إذ اتهمت أديس أبابا المجموعة المتمردة بعدم الاستجابة لمبادرة السلام التي طرحتها الحكومة الفيدرالية، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع الأمنية المضطربة بالفعل في هذه المنطقة، فضلا عن التداعيات المحتملة على المشهد الأمني والسياسي العام في أثيوبيا، وكذلك على السياق الإقليمي المأزوم بمنطقة القرن الإفريقي، حيث شهد إقليم الأمهر الأثيوبي خلال الأيام الأخيرة تصعيدا حادا في الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الأثيوبي وميليشيات الفانو، وهو ما يمكن عرضه على النحو التالي: أولا، عملية عسكرية كبرى ضد ميليشيات فانو. أعلن المتحدث باسم الجيش الأثيوبي العقيد جيتانيت أداني مطلع أكتوبر 2024 أن قوات الدفاع الوطني الأثيوبية نسقت مع قوات الأمن في إقليم الأمهرة وأطلقت عملية عسكرية مشتركة ضد عناصر ميليشيا فانو المتمردة، متهما المجموعة برفض مبادرة السلام التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد خلال الأشهر الماضية. وألمح المتحدث باسم الجيش الأثيوبي إلى أن القوات الحكومية قررت اللجوء للقوة لفرض سيطرتها الكاملة على الإقليم. ويتسق هذا الإعلان مع التقارير الصحفية المحلية والدولية التي كشفت عن تصعيد حاد شنته الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا ضد العناصر المختلفة المؤيدة للمجموعة المتمردة. فقد كشفت منظمة العفو الدولية أن الجيش الأثيوبي قام بعمليات اعتقال جماعية في منطقة الأمهرة نهاية سبتمبر الماضي، كما تم توقيف العديد من الموظفين الحكوميين المشتبه في تواطؤهم مع فانو. وقد أشارت بعض التقارير الغربية إلى أن قوات الجيش الأثيوبي انتشرت بأعداد كبيرة في إقليم الأمهرة خلال الأسبوعين الأخيرين في محاولة لتحقيق حسم عسكري ضد فانو، كما تم اعتقال العديد من المسؤولين المشتبه في تواطؤهم مع مجموعة فانو. ودخلت الأخيرة في اشتباكات مع القوات الفيدرالية منذ 17 من سبتمبر الماضي في بلدة ديبارك، فضلا عن المواجهات العنيفة التي اندلعت في منطقتي غوندار الوسطى وشمال الأمهرة، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى من الجانبين، وهو ما أعاد للأذهان المواجهات السابقة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، والتي كانت قد أسفرت آنذاك عن سيطرة ميليشيات فانو على بعض المدن والبلدات الرئيسية في إقليم الأمهرة قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها. في المقابل، أعلنت ميليشيا فانو في 8 من أكتوبر الجاري قيام عناصرها بقتل قياديين في الجيش الأثيوبي بالإضافة إلى نحو 270 من القوات الأثيوبية، وذلك في إطار المعارك العنيفة التي استمرت ليومين في منطقة غوجام، إذ أعلنت الميليشيات الأمهرية فرض سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة وتدميرها معسكرا لقوات الدفاع الوطنية الأثيوبية. كذلك شهدت عدة مناطق أخرى داخل إقليم الأمهرة تصاعدا حادا في وتيرة الاشتباكات المسلحة على غرار مناطق غوندار وبوري وجيجا، وكذلك بلدة تليلي بمنطقة أغوئوي. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لأسباب إطلاق الحكومة الأثيوبية حملة عسكرية جديدة في إقليم الأمهرة. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ثانيا، تفكيك بنية فانو.
تضمن البيان المشترك لحكومة الأمهرة الإقليمية وقوات الدفاع الوطني الأثيوبية تعهدات بمواصلة ما وصفتاه بعملية إنفاذ القانون في الإقليم من خلال العملية المشتركة التي تم إطلاقها بنهاية سبتمبر الماضي، رغم أن إقليم الأمهرة منخرط فعليا في صراعات بين ميليشيات فانو والحكومة الأثيوبية منذ أكثر من 14 شهرا. وفي هذا السياق أعلن رئيس مكتب اتصالات أمهرة منقشة فانتاو أن العمليات العسكرية الأخيرة التي أطلقتها أديس أبابا والأمهرة تستهدف تفكيك بنية مجموعة فانو واستهداف الشبكات اللوجستية والاستخبارية داخل الهياكل الحكومية والقطاع الخاص، ومحاصرة قادة الميليشيا وكشف الجهات الفاعلة على المستوى الأدنى والمنخرطة في الأنشطة الإجرامية. ثالثا، تجدد التوترات بين الحلفاء السابقين. ترتبط الاشتباكات الراهنة في إقليم الأمهرة بالمعارك التي كانت قد اندلعت في المنطقة منتصف العام الماضي 2023 بين القوات الفيدرالية وعناصر ميليشيا فانو الأمهرية، والتي كانت قد شاركت سابقا في دعم الجيش الأثيوبي في حربه ضد جبهة تحرير تيغراي عام 2020. فقد أدى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الأثيوبية مع جبهة تحرير تيغراي في نوفمبر 2022 إلى تصدع العلاقات بين أديس أبابا وميليشيا فانو وكثير من قومية الأمهرة، إذ تم اعتبار هذا الاتفاق بمثابة تخلي من قبل حكومة أبي أحمد عن تعهداتها السابقة بمنح الأمهرة بعض الأراضي من إقليم تيغراي، قبل أن تتفاقم هذه الخلافات بين الطرفين في أعقاب قرار الحكومة الأثيوبية الخاص بنزع سلاح القوات شبه العسكرية الإقليمية في مختلف الأقاليم الأثيوبية، وهو القرار الذي رفضته مجموعة فانو المسلحة وعمدت إلى حمل السلاح ضد الحكومة الأثيوبية بداية من أبريل 2023. وفي أغسطس من العام ذاته اضطرت أديس أبابا لإعلان حالة الطوارئ في إقليم الأمهرة قبل أن تلغيه في يونيو الماضي. ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية وميليشيات فانو خلال الأشهر الماضية، في ظل الحديث عن مبادرة للسلام كانت تهدف أديس أبابا من خلالها التوصل لاتفاق مع المجموعة لنزع سلاحها دون الدخول في مواجهات عنيفة، ويبدو أن هذه المبادرة فشلت في التوصل لاتفاق سلام بين الجانبين، الأمر الذي أدى إلى تجدد المواجهات المسلحة بينهما منذ نهاية سبتمبر الماضي. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لأسباب إطلاق الحكومة الأثيوبية حملة عسكرية جديدة في إقليم الأمهرة. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتحت عنوان جانب سياقات مضطربة، يقول التقرير: تعكس التوترات المتزايدة حاليا في إقليم الأمهرة أحد إفرازات السياقات الداخلية المعقدة في الداخل الأثيوبي، كما أنها تشكل ارتدادا للمتغيرات الإقليمية الراهنة في منطقة القرن الإفريقي المعزوم، وهو ما يمكن عرضه على النحو التالي: أولا، صراعات عرقية راسخة. تعكس الأزمة الراهنة في إقليم الأمهرة الأثيوبي أحد أبرز ملامح المشهد الداخلي في البلاد، والتي تتمثل بالأساس في الانقسامات العرقية والصراعات التقليدية بين هذه العرقيات المختلفة، التي يتجاوز عددها 80 عرقية وفقا لبعض التقديرات. أبرزها عرقية الأورومو التي تشكل 34.4% من إجمالي عدد سكان أثيوبيا، والأمهرة التي تشكل نحو 27% من السكان، وكذلك التيغراي التي تمثل نحو 6% من الشعب الأثيوبي. وثمة عداء تاريخي بين عرقيتي التيغراي والأمهرة، إذ ترى الأخيرة أن لها حقا في بعض الأراضي التابعة إداريا لإقليم التيغراي، وأن هيمنة جبهة تحرير التيغراي على المشهد السياسي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2018 أدت إلى استحواذها على هذه الأراضي. وبعدما فشل الأمهرة في الضغط على رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد لمنحهم هذه الأراضي والنص على ذلك في اتفاق السلام مع التيغراي بنهاية عام 2022، أدى ذلك إلى تأجيج الصراع العرقي القديم بين التيغراي والأمهرة. ثانيا، تهديد فانو لتطلعات أبي أحمد المركزية. تنظر ميليشيات فانو لنفسها
باعتبارها قوات خاصة للدفاع عن حقوق ومصالح إقليم الأمهرة، وقد تزايد نفوذها بشكل ملحوظ منذ انخراطها في حرب التجراي لدعم القوات الحكومية آنذاك. لكن يبدو أن هذا النفوذ المتزايد لميليشيا فانو أثار قلق رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، الذي يسعى لتأسيس نظام حكم مركزي في أثيوبيا كبديل للنظام الفيدرالي الراهن القائم على التقسيم العرقي ومنح سلطات واسعة لحكومات الأقاليم الفيدرالية. ولعل هذا ما يفسر قرار أبي أحمد في أبريل 2023 بتفكيك الميليشيات المسلحة في مختلف الأقاليم الأثيوبية ودمجها داخل قوات الجيش والشرطة، وهو القرار الذي اعتبرته ميليشيا فانو آنذاك بأنه يستهدفها بشكل رئيسي. لذا عمدت إلى تنظيم مظاهرات واسعة ضد الحكومة الفيدرالية في عدة مدن أمهرية، وذلك قبل أن تتجه للتصعيد العسكري وتقوم بتكثيف هجماتها ضد القوات الحكومية منذ ذلك الوقت. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، نكتفي بهذا القدر من المقال التحليلي، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول إن 1,100,000,000 إنسان في العالم يعيشون في فقر مدقع. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة الدندر بولاية سنار من الدعم السريع. ومنظمة الصحة العالمية تعلن أن مصر أصبحت خالية تماما من مرض الملاريا. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.